ازاي تذاكر اي مادة صعبة عليك في 3 خطوات بس، وده part 3 من سلسلة فيديوهات ازاي تذاكر صح. اول حاجة ابدأ بالمادة او بالجزء اللي مضايقك واكتر حاجة انت مش فاهمها خالص واكتر حاجة عاملة لك فيها مشكلة، لان انت طول ما انت مأجلها، طول ما هو ده topic مفتوح في دماغك، عمرك ما هتحس ان انت عارف تمشي كويس في المنهج او تحس انك راضي عن مذاكرتك بشكل كافي طول ما انت الجزء ده عامل لك مشكلة وtopic مفتوح في دماغك. فابدأ بيه. تاني حاجة، جزأ البارت ده لأجزاء صغيرة، يعني أنت عندك مشكلة مثلًا في chapter مثلًا التغيرات الهرمونية، فتبدأ تقسّمه ل3 أجزاء، مثلًا جزء الintroduction، جزء أسامي الهرمونات، جزء الغدد وهكذا. وده هيخلّيك إنك تبسّط الأجزاء حتت صغيرة، فتقدر تحس إن هي حاجة بسيطة، هُم كل واحدة مثلًا كل جزء منهم 10 صفحات أو عدد بسيط، فتلاقي نفسك بقيت حاسس إن الموضوع مش كبير أوي زي ما أنت كنت متخيل. وكمان إن أنت تقعد تذاكر أجزاء بسيطة متقطعة كده، ده هيخلّيك تحس إنك بتنجز كمية أكبر. تالت حاجة، اشرح المادة لغيرك، الجزء اللي أنت ذاكرته حاول إنك تقول أنا هاشرحه لحد تاني، أو حتى شخصية خيالية في دماغي أو الدبدوب اللي موجود جنبي أشرحه، فده كونك إنك بتشرحه وتبسطه وتلخصه، ده هيخلّيك إنك تحس إن المعلومة بسيطة، تقدر أي حد يشرحها، تقدر تفهمها بسهولة، وده هيسهّل عليك كتير. آخر حاجة، حُط لنفسك target إن أنت بس هتذاكر 10 دقايق، لمّا أنت تذاكر 10 دقايق بس هتلاقي نفْسك دخلت جوّه مود المذاكرة، وتقدر إنك تنجز بقية الchapter بكل سهولة. بس كده، ولو أنتم عندكم أي comments أو عندكم أي أسئلة بخصوص أي مادة عندكم فيها مشكلة أو طريقة مذاكرة اكتبوها لي في الcomment. باي.